حالة الفنان هشام بهلول الذي يرقد في مستشفى ابن سينا بالرباط بعد إصابته في حادثة سير مساء الأحد الماضي مستقرة، حيث بدأ يستفيق تدريجيا من الغيبوبة، مما يدفع للتفاؤل بتحسن حالته الصحية. الحالة الصحية ديال السي هشام بهلول هي حاليا في تحسن مستمر. بالنسبة لها الوليجة اللي كان في غيبوبة اللي دامت مدة أسبوع، دابا راه تيحل عينيه، فاق من الغيبوبة، مازال متأثر بداك الارتجاج اللي جاه في المخ، ولكن الحمد لله في تحسن مستمر. الحمد لله على هذا التحسن في الحالة ديال الفنان ديالنا هشام بهلول. تحسن اللي كنتمناو ان شاء الله انه يكمل بخير وعلى خير، لانه اكيد انه مازال في حاجه الى عنايه ومازال في حاجه للتتبع الطبي، لانها الحادثه ما كانتش وخطورتها ما كانتش سهله، وهذه نعمه من عند الله انه باقي على قيد الحياه ان شاء الله. باسم النقابه المغربيه للمحترفين المسرح كنشكر كل الاخوان، يعني اللي الفنانين اللي أزروه، اللي آبانوا عن واحد يعني حب كبير لهذا الفنان، وكنشكروا وزيري الصحة والثقافة أيضا على المجهودات اللي داروا معنا. وحظيت حالة هشام بهلول الصحية بالعناية الفائقة والمتابعة من طرف الطاقم الطبي، وكذا من طرف فنانين عديدين عبروا عن مؤازرتهم له ولعائلته إثر وقوع الحادثة.